نقلب الصفحة البائسة دي ونفتح في الحلقة دي صفحة ناصعة البياض عن كيف قدرنا نتجاوز كل هذا الفشل والواقع المزري اللي كان عايش فيه الجيش، وكيف انه الجيش وقف من جديد بقدرات التصنيع الحربي اللي نهضت بالجيش من خلال تصنيع كافة انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة، فصنع القذائف ذات القدرات التدميرية العالية ومطلقات القذائف المتحركة والثابتة والصواريخ ومطلقات الصواريخ بكافة انواعها، التاكة الفتاكة وشواظ التي هي بالفعل اسم على مسمى إن وقعت على عدو. الحمد لله الليلة بدل الذخيرة اللي كانت بتجينا بالشحدة زمن حكومة الأحزاب وكلها في شنك وغير مطابقة للمواصفات، المنظومة تمكنت من صناعة ذخائر العمل البري. أصبحنا من لا شيء، من زيرو رصاصة سودانية إلى إنتاج ذخائر الدبابات وذخائر المدفعية والذخائر المضادة للدروع والذخائر شديدة الانفجار، ذخائر البنادق الآلية والرشاشات المتوسطة والخفيفة وذخائر المسدسات. أما عن مدخلات إنتاج الذخائر فخذ عندك صناعة وتوطين المواد المتفجرة باستخدام مواد محلية على رأسها زغب القطن. نعم، زغب القطن الواحد، قطننا الواحد اللي بنزرعه في الجزيرة هو مدخل رئيسي في صناعة متفجراتنا بعد ما تتم معالجته ويطلع منه ما يسمى بالسيلولوز أو القطن المعالج الريفايند كوتون لحد ما يصل لمرحلة النيتروسيلولوز وبإضافة أحماض معالجة زي حامض النيتريك. النيتروسيلولوز اللي هو NC هي المادة الرئيسية اللي بتستخدم في صناعة المواد المتفجرة ببعض الإضافات زي النيتروجليسرين وبعض أنواع الكحوليات. الآن كل ذخيرتنا من رصاصة المسدس للكلاش للدوشكا لقذائف المدفعية من هاون لRPG لصواريخ كلها بتصنع في منظومة الصناعات الدفاعية. حتى مادة TNT شديدة الانفجار التراي نيتروتولوين باستخدام حامض النيتريك والنيتروجليسرين كلها تم توطينها لجيش ما كان لاقي طلقة الجيم 3 في عهد حكومة الأحزاب. أصبحت عندنا منظومة صناعات دفاعية تشمل إنتاج الذخائر، إنتاج الأسلحة بمختلف أنواعها، إنتاج الدروع ودبابات القتال، صناعة المتفجرات ومدخلات إنتاج بما في ذلك الصناعات الكيميائية، المهمات والتجهيزات العسكرية للقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى، الصناعات الإلكترونية وصناعة الطائرات والطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة، وصناعة البحرية اللانشات الحربية، وصناعة المركبات والصناعات الفضائية. في مجال الدفاعات الجوية أنتجت المنظومة الصاروخ الكارب الذي يطلق من مروحيات الأبابيل اللي بيبلغ وزنه قرابة 7 كيلوغرام وطوله حوالي 765 مليمتر. واعتقد شفنا في القناة هنا عدد من مقاطع الفيديو اللي بيصور طائرات الأبابيل وهي بترجم في المتمردين الخونة ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. شفناها وهي كيف بتحصدهم عددا وتبيدهم بددا بدقة متناهية في القصف. أبابيل اللي بيقودوها طيارين مهرة، أبابيل اللي أصبحنا بيها من جيش لا يملك غير مدافع الهاون وبنادق الجيم 3 إلى طيران حربي جوي بقنبلة صاروخية سودانية الصنع اسمها الكارب يصل مداها ل 5 كيلومترات، ويمكن للأبابيل إنها تطلق من ارتفاع 400 متر وبحد أدنى تطلق من ارتفاع 50 متر بمبعد عن الهدف حتى 500 متر. إنها الأبابيل يا سادة المروحية اللي تم تطوير مقدرات الهجومية بأيدي وعقول سودانية ظلت تعمل في صمت وتدعم في جيشنا القومي وتدفع به إلى مصاف الجيوش القوية على مستوى العالم. ثم وهل أحدثكم عن طفرة التصنيع الحربي السوداني؟ هل أحدثكم عن تكنولوجيا الجيش السوداني وقدراته اللي قلنا كان زمن الأحزاب صفر كبير؟ القنبلة الذكية جيشنا وصل لمرحلة تصنيع القنابل الذكية الموجهة، إنها بركان فخر التصنيع الحربي السوداني اسم على مسمى، بركان اللي أذهلت العرب والعجم والتي لربما جلبت لنا الحسد والغيرة والبغضاء، فكاد لنا من كاد ليوقف مسيرتنا الظافرة ويرجعنا إلى عهود حلفائه من أحزاب القحط والخراب، نستجدي منهم الرصاصة وننتظر منهم المن والسلوى. بركان اللي قالت لهم نحن هنا ووضحت لهم إلى أي مدى قدرنا نطور مقدراتنا العسكرية رغم المقاطعات الاقتصادية والحصار ومحاولات فرض العزلة علينا وحرماننا من التقدم التكنولوجي. إنها بركان يا سادة التي ما مر من أمامها مسؤول عسكري أو مدني إلا وتوقف وقدم لها تعظيم سلام ثم انتباه. إنها بركان اللي جذبت أنظار الإعلام العالمي وسلبت لب كل من رآها وأيقنوا
أن هنالك دولة اسمها السودان تنتج قنبلة ذكية اسمها بركان لصالح الجيش القومي الباسل. منظومة صناعاتنا الدفاعية الآن من لا ذخيرة إلى تصنيع القنابل الذكية الموجهة على رأسها القنبلة الجبارة بركان. القنبلة الذكية المجنحة الموجهة اللي طلعت منها لحد الآن عدة موديلات ويتم إطلاقها من الطائرات الحربية والتحكم فيها بأنظمة الGPS، وهي قنبلة انزلاقية جو أرض. تزن القنبلة بركان حوالي 250 ل 270 كيلو جرام، قنبلة ذات تدمير عالي تشيل حركة العدو بصورة كاملة. القنبلة بركان يمكن التحليق لمدة 4 ساعات متواصلة طيران، يتم التحكم فيها عن طريق أنظمة ربط محوسبة بأيدي سودانية 100% بعقول سودانية، وكانت في الإصدارات القديمة بيتم توجيهها من الطائرة نفسها بعد إطلاقها، لكن الموديلات الحديثة منها يكون التوجيه في القنبلة نفسها، تطلق ببرمجة مكتملة بعد تزويدها بإحداثيات الهدف، ويتم توجيهها بنظام الGPS والقمر الصناعي السوداني، ويمكن إعادة توجيهها بعد الإطلاق في حالة تم تغيير الهدف لأهداف أخرى، وتطلق من ارتفاع 8000 إلى 1000 متر من الجو، يصل مداها إلى 90 كيلو متر. تطلق من طائرات الميج والسوخوي المستخدمة لدى الجيش السوداني، تدمر منطقة الهدف بدائرة يصل قطرها إلى 150 متر. أما في مجال العربات فللجيش من ناقلات جند وحاملات مدفعية ومدرعات زمن الأحزاب، والجيش في أرض العمليات كانوا موفرين لكل سرية جيش ناقلة عسكرية واحدة فقط. تخيل معاي ناقلة من ماركة المجروس تشيل وتشيل عتاد، السرية فيها 3 فصائل وفصيل رابع معاون موزع بيناتهم، ال4 فصائل بعتاد ومهمات ومعينات في مجروس واحد. لدرجة قادة الجيش وقتها كانوا بيضطروا لاستئجار تركترات من المزارعين في المناطق دي عشان ما ينقلوا بيها الجنود وعتاد في غابات وأحراش الجنوب. تعشف الآن منظومة صناعاتك الدفاعية وإنتاج السوداني اللي ترفع راسك وتفخر به وتقول أنا سوداني، اللي تم توطينه بالكامل الآن، تنتج المدرعات المجنزرة والمدرعات المدولبة والسيارات القتالية المصفحة وناقلات الجنود وحاملات المدفعية المطلقة للصواريخ وللقذائف، من المجنزرة خاتم 3 مرورا بالمجنزرة خاتم 4 اللي بتحمل بداخلها 3 أفراد، وصولا إلى المدرعات المجنزرة سارب ذات القدرات القتالية الهائلة والقادرة على المراوغة والمناورة في الأماكن الضيقة، أسطول من المجنزرات والمدولبات المدرعة وناقلات الجند وحاملات الصواريخ والمدفعية بموديلات وتقنيات مختلفة تنافس الآن ليس في ميدان القتال فقط، بل حتى في المعارض العسكرية العالمية تحت لافتة عزة وكرامة مكتوب عليها صنع في السودان.